ده اللابتوب الاسوس البي اكس 13 النسخه الجديده بالتعاون مع شركه جو برو، واللي اسوس مشكورين بعتوا لي اللابتوب ده عشان اجربه قبل ما ينزل في السوق بشكل رسمي. لو انت بتشبه على اللابتوب ده فهو تقريبا شبه النسخه الاولانيه البي اكس 13، ولكن هنلاقي فيه بعض الاختلافات اللي هتشوفها في الفيديو. لو جربت تعمل انبوكسنج لللابتوب ده اول ما تشتريه هتلاقي ان تجربه الانبوكسنج جديده وفريده من نوعها. هتلاقي البوكس الاول اللي هيكون فيه الشاحن وكمان الاسوس بن مع التشارجنج كيس بتاعته، واللي هنتكلم عنه اكيد في خلال الفيديو. البوكس التاني براندنج جامد جدا لجو برو عن طريق حزامين قافلين على البوكس. وطبعا اللابتوب بتاعنا، ولكن ده مش اخر حاجه موجوده في البوكس ده. تحت اللابتوب هتلاقي فوم بانل اللي من خلالها تقدر تكستمايز شكلها على حسب احتياجك في شيل المعدات اللي بتكون معاك دايما، زي الاكشن كاميراز وكمان الاكسسوارات بتاعتها. والاجمد من ده كله الشنطه اللي بتيجي معاهم اللي بتشيل فيها اللابتوب والشاحن والقلم، كل معدات التصوير اللي تحتاجها معاك، وفيها كمان مكان صغير تقدر تحط فيه ميني ترايب. الشنطه مصنوعه من ماتيريال ممتازه جدا عشان تقدر تحمي كل المعدات اللي محطوطه في الشنطه. كل اللي انا قلته ده كان عباره عن التجربه الفريده في فكره الانبوكسنج للجهاز ده اول ما يجيلك. وقبل ما اخش في مواصفات الجهاز حابب انوه على حاجه بسيطه قوي، والحاجه البسيطه دي ان شركه اسوس عامله حاجه اسمها البيرفكت وارانتي برو. ده ضمان على الجهاز ضد عيوب الصناعه وعيوب الاستخدام، يعني بوظ براحتك بقى يا معلم. لو جينا بقى اتكلمنا على ديزاين اللابتوب هنلاقي ان هو شيك جدا وخفيف، وزنه لا يتعدى الكيلو و400 جرام، شاسيه من الالومنيوم باللون الاسود المط اللي طبيعي هتلاقيه بيبصم في كل حته، فتاكد بقى ان انت حاطط في الشنطه بتاعتك منديل كده عشان تمسحه كل شويه. من جنب اللابتوب على الشمال هتلاقي مدخل الشاحن فول سايز HDMI تايب سي واوديو جاك. اما الجنب الثاني هتلاقي برضو مدخل تايب سي، مدخل تايب A ومايكرو اس دي سلوت والباور بوتون. طبعا هم حاطين مكان للمايكرو اس دي كارد علشان احنا بنستهدف الناس اللي بتسافر وتروح وبتستخدم اكشن كاميرا خصوصا من جو برو، واللي الكاميرات دي بتستخدم دايما المايكرو اس دي كارد. بما ان كمان الجهاز صغير وخفيف هتقدر تفتحه بكل سهوله بايد واحده، واللي بالمناسبه تقدر تفتح الجهاز كله 360 درجه بكل سهوله وبامان تام، لان الهنش بتاعه اللابتوب الصراحه عظيمه. هتلاحظ ان الكيبورد بتاع اللابتوب مضيء باللون الازرق، وده طبعا براندنج لجو برو. استخدام الكيبورد كويس جدا وسلس في الكتابه، الزرار بتاعته كليكي كده وسايلنت تماما ما فيهاش اي صوت. ومن ضمن البراندنج برضه هتلاقي فيه زرار مخصوص للميديا بلاير بتاع برنامج جو برو، مجرد ما تدوس عليه بيفتح لك الابلكيشن بتاع الشركه. التراك باد بتاعت الجهاز خطيره جدا ومساحتها كبيره مش صغيره، ولكن هي فيها فيتشر اجمد بكتير. الميزه اللي فيها هي الدايل باد اللي انا جربتها قبل كده في جهاز الاسوس البرو ارت البي 16. دي كانت اول تجربه ليا اجرب فيها الاوبشن ده، وكان الصراحه تجربه فريده برضه جدا من نوعها واتبسطت بيها جدا. كل اللي هتعمله سلايد داون من التراك باد من فوق هيفتح لك الدايل بانل اللي فيها الاوبشن اللي انت تقدر تكستمايز فيها كل المهام اللي انت عايزها على اي ابلكيشن. يعني ممكن تستخدمه في ان هو يساعدك في مهام معينه في برامج الايديتنج زي لايت روم، فوتوشوب، بريمير، دافينشي. هتكستمايز اللي انت عايزه في الدايل دي وتستخدمه اول ما يفتح الابلكيشن. ولو انت ما بتستخدمش اي ابلكيشن فهو كده كده باي ديفولت الدايل دي تقدر تتحكم في مستوى الصوت وبرايتنس الشاشه. كل ده ولسه ما اتكلمناش عن مواصفات الجهاز، وحابب ابدا في الكلام عن الديسبلاي بتاعت اللابتوب. مبدئيا لازم تبقى عارف ان انت اي لابتوب بتشتريه من اسوس محطوط عليها اللوجو بتاع البرو ارت، فاطمن ان الشاشه دي اكيد هتبقى جامده جدا. ان كاتيجوري البرو ارت عموما بيهتم جدا بكواليتي الشاشات. اللابتوب زي ما قلنا بيجي بشاشه 13.3 انش، اسبكت ريشيو 16:10، اسوس لومينا اوليد تاتش سكرين، ريزوليوشن الشاشه 3K HDR اب تو 500 نيتس بكلر اكيورسي رهيب، 100% sRGB و100% DCI-P3. الشاشه عليها طبقه كوتنج عشان تقلل شويه من الانعكاسات اللي بتكون على الشاشه. وبما اننا جبنا سيره ان الشاشه تاتش فما تنساش اللي انا قلت لك في اول الفيديو ان الشاشه بيجي معاها قلم تقدر تستخدمه في ان انت تكتب نوتس او ترسم من خلاله. وتجربه القلم رغم ان انا استخدمته بشكل قليل جدا ولكن كانت لطيفه، مش محتاج غير ان انت توصل القلم بالبلوتوث وهيشتغل على طول. الشاشه بتيجي 60 هرتز، كنت اتمنى ان هي 120 ولكن ده مش مضايقني خالص، لان اعتقد اللي هيشتري الجهاز ده مش هيكون مركز قوي ان هو يلعب على الجهاز نفسه. ممكن اكيد طبعا هيهمه الاداء، ولكن لما يجي يلعب اكيد مش هيلعب على شاشه 13 انش، فبالتالي هيجيب شاشه اكبر عشان يلعب عليها، فان هي تبقى 60 او 120 هرتز ده بالنسبه لي اصلا مش مضايقني خالص. سماعات اللابتوب بتيجي من تحت، في سماعتين تحت اللابتوب، وده مسبب لي ازمه الصراحه لان الصوت مكتوم جدا. مستوى الصوت عالي مسموع وعالي، ولكن دايما هتحس انه مكتوم. ده طبيعي لان الصوت بيضرب تحت لو انت حاطط اللابتوب على مكتب او حاجه. نيجي بقى لاهم حاجه حضرتك اكيد مستنيها، وهي مواصفات الجهاز واداؤه. الجهاز بيجي بالاي ام دي رايزن اي اي ماكس 395 بروسيسور، اب تو 128 جيجا رام، 1 تيرا NVMe SSD. في اللابتوب ده اسوس تخلت عن كروت انفيديا، وعندنا كارت من اي ام دي. اداء الجهاز كويس
كويس صراحه وممتاز في الالعاب وفي الشغل كمان. بالنسبه لاداء الكارت انا قريت ان هو يعادل من انفيديا الار تي اكس 4060، فلو هنحكم على الكارت اكننا حاطين 4060 في اللابتوب ده. طبعا دي معلومه غير اكيده وغير مؤكده، ولكن انا قريت المعلومه دي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. عموما انا جربت العب عليه العاب تحتاج جرافيك عالي وخليت السيتنج على الالترا ومفيش اي مشاكل تماما قابلتني. كمان حطيت عليه بروجكت قديم من عندي عشان اعرف اداؤه على برنامج ادوبي بريمير. التايم لاين كان سموث جدا على الفول بريفيو، وكان اداؤه افضل لما خليت البريفيو على نص. الفوتج بتاعتي اللي كانت محطوطه كانت طالعه من كاميرا الكانون الار 6 بريزوليوشن 4K 25 فريم سي لوك 3. الفيديو تقريبا كان من 6 الى 7 دقائق، خلصان كاتس والوان وجرافيك وكل حاجه، وعملنا له اكسبورت. الوقت اللي خده في الاكسبورت هو عباره عن 5 دقائق و50 ثانيه، واللي بالمناسبه بالنسبه لي الاكسبورت سريع جدا. يمكن لو حطينا بروجكت اتقل من كده ممكن احس شويه باداء الجهاز قل حبه، ولكن انت لو مجال شغلك بنفس مواصفات الفوتج اللي انا قلتها لك في الفيديو ده فتاكد ان الاداء بتاعه هيبقى ممتاز. صوت المراوح بعد شغل كتير طبيعي بيبقى عالي شويه، ولكن انا لفت نظري حاجه ثانيه خالص. الجهاز بعد التستنج في الالعاب شويه، بعد كده شويه شغل على بريمير والاكسبورت، ما حسيتش باي سخونه. نظام التبريد في الجهاز ده شكله كويس جدا مع ان الجهاز صغير. انا كنت مستخدم زمان للابتوب من شركه اسوس اسمه زيفروس جي 14، كان برضو تقريبا 13 انش، ولكن الحراره في الجهاز كانت صعبه جدا. لما بدوس عليه جامد الصراحه كان بيسخن بشكل مخيف. ولكن الجهاز ده رغم ان هو صغير ونحيف كده التبريد بتاعه حلو قوي. لما تشتري كمان الجهاز ده بيجي معاه 6 شهور سبسكريبشن على برنامج كاب كات، 3 شهور سبسكريبشن على برامج او حزمه ادوبي. طبعا ما تنساش البيرفكت وارنتي برو من شركه اسوس. الجهاز ده تقريبا نازل ب 145 او 150 الف جنيه، لسه لما ينزل بقى في الستورز وفي السوق هنشوف سعره بالظبط كام. بس ده كان كل حاجه انا جربتها في الجهاز، ودي كانت تجربتي الشخصيه. اتمنى اكون استفدت، وشكرا لاسوس على هذه التجربه الجميله. اتمنى ما يكونش اخر كولابوريشن. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الجامد، سبسكرايب وكومنت، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.